مساء الخير، يا رب يكون الجميع بخير. معاكم دكتوره جيسي حافظ. النهارده موضوع حلقتنا عن الناس والميزان او جسمك وميزانك. بمعنى صريح وواضح ان جسمك مش ميزان. انا عايزه افهمك ان جسمك مش ميزان. جسمك منقسم لحاجات كتير جدا، اهمها طبعا الشكل العام اللي هي نسبه الدهون او الشيب بتاعك. كل ما هنقل في نسبه الدهون او الشيب بتاعك هتلاقي الشيب بتاعك شكله مختلف جدا. الناس بتيجي تقول لك او البيشنت بتيجي تقول لك اهم حاجه يا دكتور انا الميزان. لا، جسمك منقسم لحاجات كتير جدا. كتله عضليه ودهون وميه ودهون حشويه، منقسم لحاجات كتير جدا. هنا في التغذيه او التغذيه السليمه، او لما حضرتك بتدور على دكتور تغذيه لازم تظبط الحاجات دي كلها، ولما بتتظبط الميزان ده خليه اخر حاجه. اهتم بمقاساتك واهتم بشكل جسمك اهم من الميزان. دايما لما بتجيلي الحالات بتاعتي بقول لها ايه اخبار المقاسات بتاعتك، مش الميزان. طبعا اول حاجه الحالات بتقول لك ايه ميزاني عامل ايه؟ ما هو ميزانك ده ما هو الا مؤشر ان حضرتك تبقى عارف ان انت ماشي كويس. بس هو ايه هو التارجت بتاعنا والاساسي؟ هو ان حضرتك يكون شكل جسمك كويس. اهتم بشكل جسمك، لان هو ده التارجت المهم والمفيد لينا. طيب ايه الروشته يا دكتور اللي انا ممكن اخس بيها او اعملها لايف ستايل بتاعي؟ اهتم بميتك جدا جدا، لان هي دي اللي هتعلي معدل الحرق عندك جدا. جسمك قايم كله على الميه، مش قايم على حاجه معينه. اهتم بالبروتين بتاعك بالقدر المناسب لحضرتك. طبعا كل حد على حسب المتاح ليه او النسبه بتاعته من القدر طبعا من البروتين. اهتم بالخضار بتاعك جدا جدا، على قد ما نقدر نقلل نشويات ومخبوزات. الصودا طبعا مهمه جدا ان ما تبقاش موجوده، لان هي مضره جدا. نحاول على قد ما نقدر ننظم مواعيد نومنا وصحياننا. طبعا يا ريت يبقى في رياضه، اقل حاجه طبعا رياضه المشي. نهتم قوي قوي بيومنا من اول ما بنصحى لحد ما بننام. طيب يا دكتور انا النهارده مشيت لايف ستايل، وامتى اوقف اللايف ستايل ده او احس ان هو مش مناسب ليا؟ نوقف التغذيه بتاعتنا، او لو حضرتك متابع مع حد دكتور تغذيه بتاعك، امتى اوقف الدايت دوت؟ اوقفه لما احس ان انا شعري بيقع، احس ان انا مقاساتي ما بتنزلش، احس ان مفيش فرق في مقاسات بطني، احس ان انا بشرتي شحبه. المفروض لما حضرتك بتمشي لايف ستايل كويس او صحي لازم شكلك يبقى صحي. انما لما تحس ان انت شكلك وشك شاحب او ضوافرك بتتكسر او شعرك بيقع، او طبعا بالنسبه للسيدات البرد ما تنتظمش او الحاجات دي كلها، هنا نوقف الدايت بتاعنا. كده دي روشته بسيطه وسريعه وسهله لاي حد عايز يمشي لايف ستايل صحي وسليم. دمتم بألف خير، واتمنى انه حضرتك وحضرتك تهتموا بصحتكم، لان